عندك بيضة وكاس ديال السميدة. اجي مرحبا بك، دخل لقناة منوعات لوجين وعمل هاد الوصف، هاد الكيكة هادي الوليدة ديالك ولا الاهل ديالك. المهم كتجي لذيذة هشيشة مزيونة اقتصادية بمقادير موجودة في اي منزل. المول العجيب حتى هو كيعطي واحد النظرة مزيونة فيها، وغادي نرافقها بواحد الصلصة اللي خطيرة بمذاق النسكافيه. على بركة الله. بالنسبة للمقادير راهم واضحين في الفيديو. عندنا كاس ديال السميدة، نص كاس ديال السكر، نص كاس ديال الزيت، وكاس ديال الحليب، وبيضة من حجم كبير. بالنسبة للمول ضروري ندهنوه ونرشوه إما بالدقيق أو الكوك أو لوز إيفيلي، المهم على حسب الرغبة، لأن هاد الطاوات هادو اللي كيكونوا خفافين كيكونوا كيلصقوا الصراحة. ضروري ندهنوهم مزيان. صافي من بعد ما دهنت المول، من بعد ما ندهنو مزيان غنرشو انا بالسميده. وكيف قلت لكم هاد الكيكه كتجي خطيره، وواحد المذاق فيها خليط ما بين القهوه والنسكافيه. مزيج مزيون بزاف. من بعد ما دهنت الطاوه ديالي مزيان بالزبده، غادي نعمل واحد الكميه اللي مهمه السميده ونحاول نوزعها على الطاوه كامله. صافي وغادي نخليو الطاوه على جنب وندوزو باش نوجد معكم الوصفه ديال اليوم. ما تبخلوش عليا من لي لايك وتعاليق مزيونه. ودائما مع اختكم منوعات لوجين، وصفات متناول الجميع. صافي هنا نزلت الطاوه وغادي نبدا في الوصفه. غادي نعمل بيضه ديال الحجم، ضروري تكون الحجم كبير شويه، لان الا كانت بيضه صغيره ما غاديش تطلع الكيكه شويه ما غادي تطلعش يعني مزيونه. يعني خصها تكون بيضه شويه كبيره. صافي غادي نعمل بيضه، نعمل نص كاس ديال السكر حسب الرغبه، الا بغيتو تزيدوه كتزيدوه. انا دائما كنحاول نقص في السكر. غادي نعمل ساشي ديال الفاني، وغادي نخلط هذا الخليط هذا مزيان حتى كيبدا يبيض شويه، هيدا كيبدا يذوب ديك السكر. وغادي نبدا بالاضافه ديال السوائل اللي بقاو لي. بالنسبه للزيت غنضيف بعد الزيت وعندي كاس ديال الحليب. من بعد ما ضفت الزيت غادي نخلط عاوتاني مزيان الخليط كيف كتشاهدوا في الفيديو، فكل شيء موضح وبطريقه سهله ومبسطه، وكنحاول ما نقطعش فيديو كنشرح معكم كل شيء. بالنسبه لكاس ديال الحليب نقدروا نستبدلوه كاس ديال القهوه ولا كاس ديال الماء، يعني لكم الاختيار. فبالنسبه الى كان الحليب افضل فكتجي غنيه يدا بالحليب احسن، وإلا ما كانش فنقدروا نستبدلوها بكاس ديال الماء او كاس ديال القهوه معصره. صافي هنايا غادي نخلط مزيان. غادي نبدا في اضافه ديال النواشف اللي غنحتاج فيها كاس ديال سميده رقيقه. طبعا دائما كنقول لكم كنخدموا بالسميده رقيقه. وغادي نعمل واحد المعلقه كبيره ممسوحه ديال الكاكاو المر. بالنسبه للناس اللي في المغرب يقدروا يعملوا واحد الساشيه ديال الكاكاو اللي كيتباع، وحده كافيه. وغادي نضيف واحد الساشي ديال الخميره، تقدروا تعملوا غير النص، فانا هنايا عملت واحده مكموله حيت بانت لي شويه مكوره، يعني اغلبيه ديالها فحالي بارده ما عرفتش. المهم هي جديده انا عاد شريتها كتجي هيدا مكوره الصراحه، فعليها تعمدت يعني نعمل واحده مكموله. صافي هنايا ضفت كل شيء وغادي نخلط مزيان. فبالنسبه لهذا الخليط هذا كيجي خفيف. كنصحكم ما تزيدوش لا دقيق لا سميده، كاس ديال السميده كافي باش كتجي هشيشه. وفاش غنسقيوها كتشرب يعني كتشرب داك اللي غنسقيوها به، وكتجي معلكه ومزيونه. صافي هذا هو الخليط كيف كتشوفوا في الفيديو كيجي خفيف خفيف. غادي نكبوه في المول بعد ما نخلطوه مزيان، لان ملي كيكون الخليط ديال الكيكه او بسبوسه او كيكون يعني خفيف ضروري نخدموه مزيان. عاد نكبوه في الطاوه باش ما كيهبطش، ما كتهودش ديك السميده في القاع. ونخليهم هيدا يرتاحوا واحد دقيقه او 2 دقائق. عاد نكبوها في المول. كنتمنى تكونوا فهمتوني، لان الا خوينا هذيك الساعه فديك السميده كتهود من تحت وكيطلعوا السوائل من فوقي. المهم كنتمنى تكونوا يعني وصلت لكم الفكره. واغلبيه يعني هاد القضيه هذه ملي كنستعملوا السميده او الشيشه
فهاد الوصفات هادو انا كيعجبوني الصراحه بزاف، كنتعمد نعملهم هيدا في الدار ديالي. صافي هنا غادي ندخلها الفران اللي كيكون بارد، ما يكونش سخون، ونخليها كطيب على عافيه متوسطه. من هنا من بعد ما خرجتها من الفران غادي نسقيها بالقهوه اللي عندي معصره، كميه اللي قليله كانت شاطت لي وصافي. غادي نسقيها بها. تقدروا تسقيوها بالحليب، تقدروا تعملوا الحليب مع شويه د نسكافيه وتسقيوها، او الكاكاو الحلو وتسقيوها يعني به، لكم الاختيار. هنا غادي ندوزو نوجدوا الصلصه اللي غادي نعملها من فوق. احتاجت فيها كاس ونص ديال الحليب. هاد الصلصه هذه جات خطيره الصراحه، اول مره نجربها يعني بمذاق النسكافيه، جات لذيذه بزاف، يعني ديك المزيج ما بين القهوه والنسكافيه جا مزيون. غادي نعمل معلقه تقريبا عامره ديال النسكافيه ونزيد السكر. غادي نعمل 3 معالق السكر، والسكر على حسب الرغبه، دائما كنقول لكم الحلاوه نتوما والقانه ديالكم. عملت 3 معالق لان الكيكه غتجيني شويه ناقصه في الحلاوه، سقيتها يعني بقهوه مسوسه وعملت لها غير نص كاس ديال السكر. وهنا غادي نضيف معلق 2 معالق عفوا ممسوحين ماشي عامرين بزاف ديال المايزينا. عندي هاد الماركه هذه الصراحه اللي مزيونه بزاف، كتجي في هيدا في الكيكات وفي الحلاوي، كتجي فنه احسن من انا بالنسبه لي يعني عندي حساسيه من المايزينا الماركه اخرى، فانا كتعجبني هذه، فكنستعملهم بجوج، ولكن الاغلبيه كيعجبني نستعمل هذه واخا هي زايده شويه في الثمن. المهم بعد ما عملت على عافيه مهيله خلطت مزيان هاد الصلصه هذه وجات على هاد الشكل هذا. في الاول كتبدا تعمل واحد الفقاعات، ما تخافوش منهم، غير خلطوا على عافيه متوسطه وما توقفوش يدكم من التخليط. صافي هنا غادي نكب على الكيكه ديالنا اللي جات هشيشه غزاله، واحد الريحه طالعه منها كتحمق. بنتي انا كنعدله وهي فوق راسي كتقول لي دغيا خصها تاكلها. غادي نكب هاد الصلصه ونزوقها بالطريقه اللي حبيتو. دائما التزويق كيكون التزيين كيكون بالاختيار ديالكم، داكشي اللي عندكم جبدوه وزوقوا به. تسوي الا ما زوقتوهاش يعني تبقى غير هيدا فجات خطيره لذيذه بزاف. انا غادي نزيد نزوقها بشويه ديال الشوكولا وكركاع، وجا الشكل ديالها لذيذ صراحه مزيون. غير هو انا قطعتها وهي باقا سخونه، خص ضروري تبرد. غادي نخليها هنايا تبرد شويه، عاد نضيف عليها داك الشوكولات وكركاع، لان الا ضفتهم دابا داك الشوكولات كيدوب. نخليها تبرد شويه هيدا حتى السرجم، عاد نضيف الاضافات ديالي. ضروري يعني ماشي غير انا، اي تزيين بغيتو تزينوا حتى ديك الصلصه غير تشبر في راسها غير شويه وساعه غادي تزينوها. انا استعملت هاد الشوكولاط هذا فيرنيسيل وغادي نزوق به، وغادي نضيف شويه ديال الكركاع ونرافقوها مع شي كويس ديال القهوه. الصراحه هاد الكيكه كتجي لذيذه بزاف دابا مع الخرجات، دابا الجو ديال الخرجات ديال الربيع، بيكنيك، غوتي على برا، فكتجي لذيذه. كنتمنى من الله يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تبخلوش عليا من لايك وتعاليق مزيونه. فنضرب لكم تحيه في فيديو قادم ان شاء الله مع وصفات جديده وجميله وفي متناول الجميع. وبسلامه عليكم.